كابتن محمود الخطيب طول عمره نجم وهيخرج نجم من النادي الاهلي، وخروجه الان مهم جدا لمحمود الخطيب نفسه. فهو مهم يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ان سقطت الاقنعه. سقطت الاقنعه، بمعنى ايه بقى سقطت الاقنعه؟ أيوة. لما الكابتن حسام غالي اتكلم سقطت الاقنعه. كنا دايما يقول لك اصل في مجلس اداره الاهلي مختلف عن الاخرين ما حدش بيتكلم. اتكلم الكابتن حسام غالي، اربط كلام الكابتن حسام غالي بما حدث من قرار الكابتن محمود الخطيب. لازم اربط، انا لازم اربط، ماليش دعوه. ايوه انا معاك، انت راجل صحفي تقول علاقه ما تقولش علاقه، انا اربط واربط ما بين اللي حصل في اجتماع مجلس الاداره لما الكابتن الخطيب يخبط بايده يقول واحد فقط، يبقى لازم اربط. لازم اربط. شفت هو بيخبط بايده؟ ما تجزمش. ايوه احنا قلنا ما يتداول. ايوه لكن انت ما تقولش بقى لازم اربط، ما ينفعش ما اربطش. ازاي ما اربطش الاحداث دي ببعض؟ لازم اربطها ببعض، طبيعي انها تبقى مرتبطه ببعض. ان اتخاذ القرار في وقت المناسب دايما ضمن ايام الاداره. طبعا انا متفق معاك في موضوع ميعاد القرار. الكابتن محمود الخطيب قراره سليم، لكن ميعاد القرار مش سليم. بتجي لك منين؟ شفت بقت النصايح بتجي لك منين يا كابتن اكرام؟ ناس كتيره جدا عشان تبقى ايوه ما انا عارف يا جماعه. منافسين. مع كامل احترامي سقطت اقنعه ان النادي الاهلي ما يحصلش فيه الكلام ده. حصل خلاص يا حصل ومفيش اي مشكله، وده عادي زيه زي اي نادي بيحصل فيه الكلام ده، مفيش مشكله في ده. لكن الناس اللي بتعيب على حسام غالي دلوقتي انه اتكلم وقال الكلام ده وطلع بالتصريحات دي الرنانه، الناس دي اللي بتعيب كانت بتهلل لما حد من مجلس اداره نادي الزمالك يطلع يقول كلام زي كده، كانت بتستضيفه وبتهلل له وبتعمل له. لازم الكلب مكيالين، كفايه كلب مكيالين. لا تعالى لي بقى. انا على فكره لما بقولش ان ممكن واحد يقعد ما تسيبني اتكلم بقى. انا على فكره مش مختلف في اللي بيقوله. رئيس نادي للنادي الاهلي ممكن واحد يقعد 50 سنه بس هيدي في 8 سنين. 8 سنين فتره كافيه جدا ان كل عطائك يطلع فيه. وبين يا جماعه ده قراره هو برضه صحيا قراره هو. التغيير. طب يلا عشان عايز اطلع خلاص ما تستناني بقى. عايز اطلع كل ما اجي اتكلم هي تقول لي كلمه مش واحده عارف بس ايه. يا كابتن اكرام، انا مع التغيير وديمقراطيه الرياضه. حلو قوي، انا متفق معاك. خلاص لا انا كلمه اخيره انا هقولها يعني. اوعوا تفتكروا ان لو محمود الخطيب ساب مجلس اداره النادي الاهلي هيقع. لا طبعا. اوعوا تفتكروا دي. لا اسمعني بس. بتوجه كلامك ده لمين يا كابتن؟ بتكلم لطارق وعمرو. ليه بتجمع ليه؟ بلاش. اوعى تفتكر. لا مش هفتكر. لا عمري ما هفتكر. النادي الاهلي غني برجالته. اللي عمل محمود الخطيب هيعمل غيره. واحنا قلنا غير. وهنوصل لمرحله برضو ان احنا زي ما احنا كنادي اهلي